أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. البلاد العربية كلها الآن في فرح شديد، في فرح نادر بصعود المنتخب العربي المغربي الشقيق أسود الأطلس إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم، ويفوزون ويرفعون رأس العرب ورأس الإسلام. الله أكبر. نحن هنا في مصر كان المنتخب المصري هو الذي كان يلعب. عاش الشعب كله بأعصابه بقلبه بحبه مع شعبنا المغربي، مع المنتخب المغربي الذي أثبت أنه رجال، الذي أثبت أنهم أسود، استطاعوا أن يقهروا منتخبا قويا من المنتخبات العالمية المؤثرة، منتخب البرتغال. وقبل هذا بسم الله ما شاء الله فازوا على منتخب أسبانيا. تهنئة كبيرة للمنتخب المغربي، لفخامة وجلالة الملك المغربي، للشعب المغربي الحبيب الذي نفرح به ونفرح مع صعود المنتخب المغربي الأحمر. جعلنا اللون الأحمر يتناسب مع هذا الأمل الجديد. إنه أمل سعيد، إنه أمل قريب، إنها فرحة استنشقناها، انتظرناها، فرحنا بها. نحن اليوم نفرح، والشعب العربي كله يفرح، والشعب المسلم كله يفرح، كلنا يبحث عن فرحة. وجاءت الفرحة بأقدام ورؤوس المنتخب العربي المغربي الشقيق الذي استبسل اليوم أمام منتخبات عالمية وأمام أسماء عالمية تهز الدنيا جميعها. لكن الله تعالى معك ما دمت صاحب رسالة، ما دمت عندك عزيمة، لن تقهر، ستبقى قويا، ستبقى شرسا في الملعب، ستبقى في الحياة صاحب همة عالية. المنتخب العربي المغربي اليوم أثبت أننا أمة قوية. صحيح أن كرة القدم شيء بسيط، لكنها تعبر عن الحب، عن الانتماء. البلاد العربية الآن من المغرب إلى سلطنة عمان إلى العراق كلها الليلة في فرحة، كأن المنتخب المغربي كان يمثل كل البلاد العربية الحبيبة. الناس هنا في مصر أسمعوا الآن أصوات السيارات وأصوات الناس والفرحة في البيوت، وخاصة عندما جاء الهدف القوي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ولله الحمد. لابد أن نفرح، كلنا يفرح مع المغرب. المغرب 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 صنعت مجدا كبيرا، صنعت شيئا فريدا لم يسبق في تاريخ العرب ولا في تاريخ إفريقيا ولا في تاريخ آسيا ولا في تاريخ الإسلام. إن المعجزة التي جرت اليوم في قطر الحبيبة، منتخب عربي يقهر منتخبا عالميا كبيرا قبل منتخب عالمي آخر هو أسبانيا، ويفوزون ويصعدون ويثبتون في الميدان بمدرب وطني وليس أجنبيا، بقلب مغربي عربي مسلم، بأسماء عربية لامعة، بأسماء حلوة، بأسماء جميلة تذكر الناس أن بلادنا لا زالت خيرة، أن البلاد العربية لا زالت قوية، تستطيع أن تصنع مجدا في كل مكان تكون فيه، تستطيع أن تؤثر، أن تترك بصمة. لن ننهزم ما دمنا على هذه العقيدة القوية. ومن يستصعب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إنها كلمة وكلمات طيبة صادقة. إن الشعب المصري كله الآن في فرح، كأن المنتخب المصري هو الذي فاز الليلة. نحن فرحون بالشعب المغربي الشقيق في أصالته، في عراقته، في تدينه. نقدم تحية إعجاب إلى فخامة الملك المغربي وإلى الشعب المغربي الذي أحبه، وتشرفت بزيارته مرتين، وسعدت بأهلنا في المغرب، في كازابلانكا، في الدار البيضاء، في مراقش، في كل مكان. ترى في المغرب شعبا عظيما متميزا استطاع أبناؤه الليلة أن يثبتوا أن لهم موقعا في التاريخ، أن لهم اسما في الخارطة. المغرب العربي استطاع الليلة أن يجعل العرب في السماء. نعم، العرب الليلة في السماء،
ليلة عربية بهية جميلة تنطلق فيها الزغاريت والأفراح والملاح بهذا الفرح الكبير وهذا الهجوم العاطفي الكبير الحلو. إن الحياة صعبة، وعندما تأتي أخبار جميلة حلوة تنعش الآمال تفرفش الشعوب. الله أكبر على هذا الانتصار القوي المغربي العربي الذي هز العالم كله. ليست مفاجأة ما دمت قادرا على أن تناطح الجبال، على أن تكون صخريا في الملعب، على أن تكون لك مكانة في المكان ومتشبث بالمكان. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لن أطيل عليكم، لكنني فرح كأي مواطن عربي. تحية من قنوات الفتح الثلاث: الفتح للقرآن، الفتح للسنة، الفتح للأطفال. تحية من مصر الحبيبة بصعيدها، ببحرها، بقاهرتها، بجيزتها. تحية بمصر، من مصر بنيلها العظيم، بأرضها الحبيبة، إلى أرض المغرب، أرضا وحكومة وأهلا وشعبا وتاريخا عريقا ومعبرة للإسلام إلى أوروبا. الله أكبر ولله الحمد. ألف 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 تحية وألف ألف مبروك 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 لشعبنا العربي المغربي، ولكل الشعوب العربية، ولكل رؤساء العرب وزعماء العرب والزعيم المغربي الحبيب، ولكل أهلنا وأحبابنا والمنتخب المغربي الذي ناضل اليوم باسمه واسم بلاده واسم العرب واسم المسلمين. نقدم لهم ألف 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 تحية تعبر عنها الأقلام كما عبرت عنها الأقدام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الله أكبر الله أكبر، والنصر تكبر، وقد انتصرنا وكبرنا وفرحنا وحلقنا مع المنتخب المغربي الحبيب بأجنحة تحلق في السماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.